سفاح جديد في مصر اسمه قذافي فراج. مكان نشأته بولاق الدكرور. أماكن جرائمه من الجيزة للإسكندرية. سجل جرائمه: قتل ونصب واحتيال وانتحال صفة وسرقة. عدد ضحاياه 4 قتلى حتى الآن. ما نعرفه أن قصة إجرام القذافي تبدأ من عام 2015 عندما أقنع صديق طفولته المهندس رضا الذي يعمل في إحدى دول الخليج عمل توكيل عام له في مصر حتى يستثمر أمواله في سلسلة مكتبات. بعدها اكتشف رضا خيانة صديق العمر له، فواجهه وطالبه بأمواله. بكل هدوء أخبره قذافي أن خلافاتهم يمكن حلها وديا، ودعاه لشقته في بولاق الدكرور لتناول الطعام. المهندس رضا لبى الدعوة ولم يتخيل للحظة أن صديق عمره سيقدم له طعاما مسموما ثم سيدفنه في نفس الشقة. ولإبعاد شبهة الجريمة عن نفسه أرسل رسالة إلى أهل القتيل من هاتفه نصها: الحقوني أنا اتقبض علي. من يقتل صديق عمره يفعل أي شيء آخر، وهذا ما خشته زوجة قذافي بعد اكتشافها جريمته. لذا لم يتوانى عن قتلها بالسم أيضا بعد وضعه في العصير، ثم خبأ الجثة في ديب فريزر بشقتهما بالهرم، ونقلها إلى شقته في بولاق ودفنها بجوار صديقه. تمر الأيام ويقرر قذافي خطبة فتاة أخرى، وفي الوقت نفسه وقع في علاقة غرامية مع أختها التي هددته بفضح علاقتهما معا. يستخدم نفس الطريقة في قتلها ودفنها في مقبرة شقة بولاق أيضا. الأغرب أنه أقنع أهلها أنها هربت مع مخرج إلى دبي لتعمل في مجال التمثيل، ثم تزوج شقيقتها كما كان مخططا له، وبعدها انفصل عنها. إجرام قذافي لم يقف عند هذا الحد، بل زور أوراق ثبوتية بشخصية الصديق المقتول وعاش باسمه وأصبح المهندس رضا، ثم سافر إلى الإسكندرية لبدء حياته الجديدة. وفتح هناك محل أدوات كهربائية، وكانت تعمل لديه سيدة في المحل، وبطريقته المعتادة أقنعها بحبه لها وطلب منها 45,000 جنيه، وبالفعل منحته المبلغ. وبعد فترة شعرت أنها مجرد لعبة في يديها وطالبته بأموالها. أخبرها أنه اشترى بالمبلغ بضاعة، وإذا رغبت يمكنها الحصول على تلك البضاعة إذا حضرت للمخزن. وعندما ذهبت لنيل حقها قتلها ودفنها أيضا في نفس مقبرة بولاق. ورغم براعة هذا السفاح في ارتكاب الجرائم وعدم ترك أي أدلة خلفه تكشف هويته، إلا أنه سقط بعد سنوات في قبضة أجهزة الأمن عن طريق المصادفة، فقد تزوج من دكتورة صيدلانية، وبعد فترة دخل في خلافات معها وطلبت الطلاق، فقرر سرقة فيلا والدها، وبالفعل سرق منها ذهبا وأموالا. وعندما تعقب الأمن السارق بالكاميرات اتضح أنه زوج الابنة، ليتم القبض عليها والحكم بسجنه عام. في هذا الوقت كان أهل المهندس رضا يبحثون عنه، وقد ظهر اسمه أخيرا على ذمة قضية سرقة في الإسكندرية. وعندما ذهبوا لرؤيته اكتشفوا أنه صديق الطفولة قذافي هو من انتحل اسمه وقتله.
ومن هذا الوقت بدأت ملابسات جرائم هذا القاتل المتسلسل تظهر أمام الجميع، وكأن صدفة خير من 1000 دليل. مفاجآت أخرى كشفتها سكرتيرة قذافي الذي تعرفت عليه بعد طلبه موظفة للعمل بشركة دعاية وإعلان كان يمتلكها، وقالت: بعد فترة من العمل لاحظت أن لديه غرفة لا يسمح لأي شخص بدخولها، وذات يوم طلب مني إحضار سيدة لتنظيف مقر العمل. بعدها غادر وترك مفاتيحه ولم يعود، وحين عجزت عن الوصول له قررت فتح الغرفة السرية للوصول إلى أي أوراق تساعدني في التعرف على محل إقامته، لكنني فوجئت بدولاب يحتوي على 7 بطاقات مزيفة تحمل صورته وقسائم زواج مزيفة. بعدها وجدت المتهم يتصل بي ويدعي غيابه لظروف خاصة به، وعندما واجهته بالحقيقة طلب مني التكتم مقابل الحصول على 250,000 جنيه، لكنني رفضت، ثم تواصلت مع ضحاياه وبعدها سلمنا الأوراق للنيابة.